السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وصحة وسعادة. الجو طبعا زي ما انتم شايفينه بقى كده، طبعا حر حر، يعني حر قارس. فقلنا بقى نعمل ايه؟ نعمل شوية مشروبات كده حلوة كده. المشروبات دي يعني ايه، ما بتتشربش في رمضان بس، لا، بتتشرب بقى في اي وقت، في الايام العادية، في الحر كده. ولو انت برضو كده مشتاقه له هتشربيه وهتعمليه في اي وقت. هنعمل بقى مع بعض ايه؟ الخروب الساقع الجميل كده الفريش، اللي هو لا فيه مادة حافظة ولا فيه اي مكونات يعني ايه صناعية، ولا اي حاجة يعني ايه تغير طعمه وتغير لونه. فهو الخروب ده برضو من المشروبات الجميلة كده المنعشة، اللي هي بايه، بتبقى بترطب على القلب كده، وبتبقى حلوة قوي قوي في الايام الحر. ويلا بينا بقى نسمي الله ونخش ونشوف الطريقة. أول حاجة بقى هنعملها مع بعض، هنجيب بقى طبعا الحلة كده بتاعتك الحلوة، وهنحط فيها ايه، كوباية سكر. وكوباية السكر دي هتعادلها برضو كوباية الخروب، بس كوباية السكر دي الأول بنعمل لها ايه، بنعمل لها كرملة عشان يديلك اللون الجميل قوي قوي بتاع الخروب، اللي هو بيبقى أحسن من بره برضو بإيه، يعني بكذا مرحلة. هتسيبيه بقى كده ايه، كوبايه السكر في قلب الحله من غير ما تحطي عليها ولا نقطه ميه. هتسيبيها لحد ما هي بصي مع بعضها كده، يعني تاخد منك حوالي 5 دقايق. تسيبيها بص لحد ما اديتك بقى اللون الذهبي الجميل دوت، مش الفاتح يعني، لا، اللون الذهبي اللي ايه، اللي هو يعني غامق سنه لوحده كده، لا قلبناه ولا جينا جنبه ولا حطينا له ميه ولا حاجه خالص. زي ما انت شايفاه بصي كده، خلاص اهو يا دوبك قدامك ادانا اللون الذهبي اللي هو الغامق سنه جميل جدا. بعد كده نكون احنا برضو ايه، محضرين كوبايه خروب. نقيها بقى عشان بتبقى عند العطار داخله فيها ايه، من العلافه اللي عنده دي، يا رز يا عدس اي حاجه، يا مثلا بقوليات، فانت تنقيها وبعد كده ايه تغسليها وتصفيها. هننزل بقى ايه بيها على السكر اللي كارمل دوت. هي كوبايه السكر قدامها كوبايه الخروب. خلاص كده معايا يا حبايبي، هنقلبهم تقليبتين مع بعض كده اهم. وبرده ما تخافيش من الخروب لما يمسك في قلب السكر. كل ده هيفك بقى ايه مع بعض دلوقتي لما ايه، لما نجيب بقى الخطوه التانية اللي هي ايه، نكون محضرين بقى الميه السخنه وننزل بيه على طول على ايه الخروب. بص اهي مسافه ما نزلت بس عليه الميه السخنه، يعني ايه، فرقته من بعضه وما خليتهوش ماسك. وبرضه لا هنحط معلقه ولا غيره كده، هنسيبه ثانيه، هتلاقيه كله اهو فرفت قدامك. وهنروح بقى عاملين ايه، يعني زودي الميه السخنه، يعني تبقى فوق قده يعني ايه بمقدارين، يعني خلي الميه فوقيه قده بمقدارين. هيغلي بقى كده اهوت، هنسيبه بقى على نار هاديه وغطيه. ويعني سيبيه براحته، وكل ما ينقص منه الميه زوديه بميه سخنه برضو. بعد كده خلاص بقى هتلاقيه استوى. يعني بعد ما تحطي له بقى الميه وتلاقيتيه استوى، تمسكي بقى ايه الحبايه كده بتاعه الخروب، ولقيتيها في ايديكي بقى كده هو ناعمه كده، يعني مش ناشفه لسه زي ما هي كده، والسكر بتاعها جواها، لا، هتلاقيها بقى نعمت كده معاكي، وايه ويعني وتحسي بطعمها ان هي بقت ايه، يعني عامله زي التفل، ما فيش جواها سكر ولا عسل. فهي كده اصبحت ايه، استوت تماما. اطفي بقى عليه خلاص كده، لان هو فيه سكره وفيه ايه، وفي يعني الخروب بتاعه. لو انت عايزه تحطي برضه عليه ندعه صغيره كده فانيليا، او ندعه موارد، بيديله ريحه برضه جميله جدا. بس انا بقى ما حطيتش، يعني عملت هو كده ايه براحته. بعد كده بقى جيبي المصفى، صفيه من التفل بتاعه، يعني بس ايه ما تخلوش بقى ايه يعني تقيل قوي كده، من بعد انت ما طفيتي عليه ما تخلوش تقيل قوي. يعني لو هو كان لسه يعني غامق قدامك قوي، زوديه برضو بحبه ميه سخنه ما يجراش حاجه. خلاص بقى هنصفيه كده اهو من التفل بتاعه او البذر ده بتاعه. الخروب المدشوش دوت بيبقى جميل جدا من غير السليم، ده بقى اللي ما بياخدش معاكي وقت ايه في الغليان. بعد ما صفيناه بقى خلاص، جيبي بقى الازاز بتاعتك او الحاجه اللي انت هتحطي فيها وصبيهم. و... ويعني ايه بقى، وشوفي ايه اللي انت يعني المقدار اللي عندك، شوفي كف ايه قد ايه من الحاجات اللي انت هتحطيها. هتشيليها بقى في باب التلاجة.
لما تيجي بقى تقعديها يعني دوبك تقعد بس ساعة، ساعة باب التلاجة، هتسقع وهتبقى جميلة جدا، والريحة بتاعتها جميلة جميلة جميلة. وحاجة كده ايه، طازة وفريش، وما فيهاش أي مادة حافظة ولا فيها لون، وحاجة جميلة جدا. يعني مشروب ممتع ومنعش في الصيف دوت، بالذات الصيف الحر دوت اللي احنا شايفينه كل شوية. يعني دي حاجات جميلة جدا وهتعجبك إن شاء الله، وهتعجب كل اللي يدوق. اللي عجبته بقى الطريقة بتاعتي يجربها ويقول لي ايه رأيه في الكومنتات. وما تنسوش اللايك يا حبايبي، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبالهنا والشفا، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.